بعض العناصر واراح بعض العناصر كان يجب انها تكون بتلعب بصفه اساسيه. انا في وجهه نظري انه كان لازم يبدا المباراه بالتشكيل اللي انهى بيه المباراه، لان التغييرات وضحت تماما. شفنا شوط منتخب مغربي تائه تماما، لا يصل الى منطقه جزاء المنافس، منتخب غينيا اللي كان الافضل بكل المقاييس في اول 45 دقيقه، ولكن في الشوط الثاني الموضوع تحول تماما. شفنا عبد الصمد الزازولي بيتحرك، شفنا التغييرات اللي عملها سواء بنزول لاعب ريتشاردسون، قلت لك ده همزه الوصل بين الدفاع والهجوم وتمريراته مميزه. المدافع اسماعيل سبيري ايضا ادى صلابه نوعا ما. طبعا ضربه الجزاء الاولى لا خلاف عليها، والدليل ان الحكم لا بيلجأ الى الفار ولا حد اعترض عليه، لان يعني مراوغه ممتازه. ويحسب لعبد الصمد الزازولي ان هو تحمل مسؤوليه في ضربتين الجزاء، مش اي لاعب يتحمل مسؤوليه وياخد الكور بالشكل اللي شفناه ده. ثم ضربه الجزاء الثانيه تصويبه واضح ان المدافع الحقيقه ايده كانت من هذه الزاويه غير واضحه، لكن واضح. من زاويه اخرى والتغيير طه هو اللي صوب، وهو اللي جات في ايد كابتن فريق غينيا، والحكم في بدايه الامر احتسبها لمسه يد من خارج منطقه الجزاء، ولكن بالعوده الى الفار. ناس كتير تقول الهدف ده اتلغى ليه؟ اي نعم ما كانش فيه مخالفه على الحارس، ولكن كان فيه لمسه يد من المهاجم، لان استحاله المهاجم ياخدها من الحارس والحارس طالع بايديه الا اذا كان لمسها بايديه. واضح جدا في الفار ان هو لهذا قلنا الفار انصف المنتخب. بالظبط. وانا اشوف ان درس كبير جدا لابد ان المدير الفني عصام واللعيبه تستفيد منه. انت فزت النهارده على منافس قوي جدا. انا قلت لك منتخب غينيا منتخب مؤهل بشكل مميز وتكتيكيا عالي جدا، ولولا التغييرات ولولا انكماش منتخب غينيا في الشوط الثاني ما كنتش اعتقد ان منتخب المغرب يظفر بالثلاث نقاط. كابتن محمدي، شتان بين الشوط الاول والشوط الثاني، وبالتالي يجب استخلاص الدروس والبناء على 45 دقيقه الاخيره لقادم المباريات، خصوصا منتخب غانا في الجوله الثانيه. صح، اولا في الحقيقه المباراه كانت بجوده جيده جدا من الطرفين، مغاربي في الشوط الثاني بينما الشوط الاول كان الغينيين، لكن لعب بوقت فعلي كان عالي، كان ثمه كثير من اللقطات الفنيه، مستوى معين من الحده، من التنافس، من التحولات، مستوى جيد من التنظيم في بعض مراحل اللعب. مثلا الغينيين دافعوا ككتله بشكل جيد في الحقيقه، لم تكن لديهم مساحه من الخطوط ولا خلف الخطوط، كان لديهم قدره جيده على احتواء مخاطر المنتخب المغربي. لكن كما ذكرت انه خاصه من تغيير بوهلال او هلال المدافع دقيقه 64 ودخول ياسين بقراوي، اخرج مدافع وادخل مهاجم، تخلص من الخمسه في الخلف ولعب بالاربعه. انا اعتقد انه كان تغيير تاخر اصلا، لانه واضح ان المنتخب كان يحتاج لاعب اضافي في الثلث الاخير، لانه كما ذكرنا في الشوط الاول كانت مشكله المنتخب المغربي هي انه يستحوذ باكثر عدد ممكن من اللاعبين في المنطقه التي لا يحتاج لها وهي منطقه خلف الكره، فبالتالي كان تغيير اعتقد انه مناسب. حاله زلزولي اللي يجب المرور اليها في الحقيقه، لانه تقريبا قراراته كلها كانت سليمه في الواحد ضد واحد، عندما يذهب دائما للجناح كان دائما يكسب الثنائيات، وخاصه عندما يميل اليه الخنوس، لانه الخنوس كان صح خلف المهاجم لكن في غالب الاطوار كان يميل لخلق وضعيه 2 ضد 1. عفوا على المقاطعه، نشاهد عبد الصمد الزلزولي الذي تم تتويجه كأحسن لاعب في هذه المباراة، هو الذي سجل هدفين من نقطة الجزاء، وهو الذي اصطاد إذا صح التعبير الركلة الأولى التي منحت التعادل وأعادت المنتخب المغربي إلى المباراة. صحيح، تقريبا اللقطة الوحيدة اللي كان فيه تقريبا دفاع على الغيني متقدم نسبيا، فبالتالي وجد المنتخب المغربي خيار الذهاب للعمق وأدار المسألة بشكل جيد، راوغ بشكل ممتاز وسجل الهدف تقريبا بعيدا عن الهدفين. كل قراراته تقريبا كانت سليمه، وكان يعجبني انه كان دائما يذهب للجناح، انه كان لديه الجرأه دائما والشجاعه لكي يذهب لتثبيت المدافع لمراوغته. فاعتقد انه مع الخنوس اللي ساعده، لانه الخنوس كان يميل دائما اليه، فبالتالي كان لديه خيار تمرير بجوده عاليه. في الحقيقه الخنوس صح انه في بعض الحالات كان ربما نسبيا اناني خاصه في اخر 10 دقائق، لكن بالحقيقه بالواضح انه يمتلك جوده عاليه جدا تحت الضغط، بلمسه بلمستين، كنترول بالدوران، كل تقريبا قراراته الفنيه كانت بجوده عاليه. فبالتالي انا اعتقد انه هذا احد المكاسب الاساسيه، صح انه ليست اول مباراه يظهر فيها، لكن مباراه اليوم قدم فيها جوده جيده. هناك بعض الملاحظات بحق امين اللي اكيد انه الجهاز الفني سيدرسها، لانه الجهاز الفني جيد ليس ذاك الذي يحل النتيجه بقدر ما يحل الاداء، لانه بعيد عن النتيجه ثمه اختلالات في الحقيقه كبيره، خاصه محاور الدفاع، انه كما شاهدنا انه كان قراراتهم كلها التمرير رغم انه كان لديهم دائما مساحه للذهاب لمحاوله تثبيت المدافعين للمشاركه في اللعب الهجومي، لكن يفضلون التمرير. بالضبط، انه كان دائما هي احدى العيوب اللي كان استمرت حتى اخر لحظات المباراه. تحدثنا بين شوطي المباراه عن امكانيه تصحيح الاخطاء وفرص عوده المنتخب المغربي في الشوط الاول الذي لم يشهد اي محاوله على المرمى بدون اي ركنيه. هذا شاهدناه جليا من خلال ارقام الشوط الثاني 9 محاولات، 5 منها على المرمى.
عمل كبير بدون أي محاولة لمنتخب غينيا في الشوط الثاني الذي ركن إلى الدفاع. صحيح، كل الارقام دي حققها منتخب المغرب في الشوط الثاني، سواء ارتفاع نسبه الاستحواذ او الضربات الركنيه او محاولات على المرمى وتحديدا الاون تارجت، وده نتيجه للتغييرات. كل مدير فني ممكن يرتكب اخطاء، ولكن اهم حاجه انه يستفيد من اخطائه. وزي على فكره بعصام مرتكب اخطاء، انا اشوف برضو مدير فني منتخب غينيا مورلاي سيسي ارتكب بعض الاخطاء. اولا تغييراته متاخره جدا جدا، ثانيا عنده عناصر كان لها دور كبير جدا في التصفيات ما كان يجب ابدا انها تقعد على مقاعد البدلاء زي عثمان كمارا وزي اللاعب سوما. ولكن شفنا في الشوط الثاني منتخب المغرب بقدراته ازاي بيقدر يخترق، ازاي اللعيبه اللي عندها مهارات عاليه زي بلال الخنوس زي الزلزولي بيقدروا تمريرات المقاطعه، تمريرات بلال الخنوس يعني كانت علامه فارقه في الشوط الثاني، اللي كان يميل الى الجهه اليسرى ويشكل ثنائيه رائعه مع عبد الزلزولي. في وجود تكتل دفاعي وفي وجود فريق بيعمل لك زون ديفنس من نص الملعب، يعني ال10 لعيبه تحت كوره، محتاج اللعيب اللي يقدر يعمل ترميات بسرعه واللعيب اللي يقدر يتحكم في الكوره في مساحات ضيقه، وده متوفر عنده منتخب المغرب. ولكن في الشوط الاول كان بعيد تماما عن مستواه. النهارده كان ممكن يحسم المباراه في الشوط الثاني بعيدا ايضا عن ضربات الجزاء، لانه اتيحت له فرص، ولكن طالما ضربات الجزاء صحيحه وطالما هناك من ينفذها بشكل مميز زي عبد الصمد الزلزولي، انا اعتقد كان يستحق المكسب. فعلا زي ما قال محمدي، انت بتحلل اداء مش بتحلل نتيجه، لان بناء على الاداء في الشوط الاول كان سيء جدا، انما الشوط الثاني انا اعتقد عطفا على ما شاهدناه المنتخب المغربي يستحق الفوز. 3 نقاط مهمه للمنتخب المغربي في مستهل المشوار ورب ضاره نافعه. من الجيد أن تظهر هذه الأخطاء في المباراة الأولى كي يتم تصحيحها لمواصلة المشوار بنجاح، خصوصا أنه المباريات ستزيد صعوبة من القادمة من مباراة غانا. صح، لكن في الحقيقة الخصم كان جيد، فبالتالي أظهر عيوب المنتخب المغربي. يعني في الحقيقة لا يجب صعوبة كرة قدم أن يوجد بها خصم، وخاصة عندما يكون خصم بهذا التنظيم بهذه الجودة. غينا بالحقيقة قدمت خاصة الشوط الأول كان بمستوى عالي جدا، قدرة كبيرة على السيطرة على المساحات، حتى عندما كانوا يهاجموا كان لديهم قدرة على إيذاء المنتخب المغربي. في آخر تقريبا دقائق هاجموا وسجلوا هدف تم إلغائه من تقنية الفار. بالتالي غينيا يعني اثبتت او ربما اعطت نبذه حقيقيه عن بعض مشاكل المنتخب المغربي كي لا نكون قاسيين. في الشوط الثاني الحقيقه المنتخب المغربي كان شبه مثالي سواء في الجوانب الهجوميه، وعجبتني الحقيقه علاقه زلزولي مع الخنوس، علاقه كانت ترابطيه جيده جدا، كان يعرف متى يذهب له، قدره كبيره على التواصل في مساحات ضيقه بتمريرتين تقريبا. وقدره المغاربه الشوط الثاني كانت قدره على افتكاك كره بضغط مضاد مميز، انه غينا لم كما قال هيثم لم تخلق اي مخاطر، لانه جوده الضغط المضاد المغربي، لانه كل ما كانوا يفكرون في التحول في المرتده كان دائما ثمه رقابه وقائيه، ثمه الضغط المضاد، في السرعه في افتكاك الكره. فبالتالي تنظيم المغاربه في التحولات الدفاعيه كان جيد جدا، بالتالي حدوا تماما من مخاطر ربما محتمله في المرتدات الغينيه، لانه في الشوط الثاني لا غينا خلقت من هجمه مركزه ولا من هجمه مرتده، وهذا يحسب للتنظيم الدفاعي. لم يعجبني ربما المنتخب المغربي منتخب عصام الشرعي بمسة مواقف ثابتة، وجدوا تقريبا أكثر موقف ثابت، لم تكن إدارتهم بطريقة جيدة في الحقيقة، كانوا دائما مستعجلين، التنفيذ لم يكن جيد. لكن في النهاية ملاحظات بكل تأكيد سيدرسونها سيعملون عليها في الحصص القادمة، لكن أعتقد أن غينيا كانت مفيدة كخصم لأنها أعطت حقيقة جيدة للجهاز الفني سواء إيجابيا أو سلبيا. نعم. 3 نقاط مهمة في سباق التأهل عن هذه المجموعة مشاهدين، المجموعة الأولى التي تضم كذلك منتخب غانا وإضافة للمنتخب المغربي الذي أصبح ب3 نقاط كما أشرنا ستكون مهمة في سباق التأهل خصوصا في قادم المباريات. وأيضا نتيجة مباراة يوم غد، يعني مباراة غانا والكونغو ستحسم بشكل كبير في المتأهلين عن هذه المجموعة. صحيح، وهيكون فرصة لعصام ان هو يتفرج على المنتخبين. هو قدم عليه وفاز بأول مباراة، اعتقد المهمة بتتسهل نوعا ما، ولكن عليه ان يعي ان مش انتصار النهارده اللي هيصعده، انت ممكن تخسر ماتشين تبقى اوت. لا منتخب المغرب ضامن الصعود ولا منتخب غينيا فقد الامل تماما، انما هي فرصة ان انت تتفرج على قدرات منتخبين غانا والكونغو، وكنت اجد ان مباراه غانا هتكون اصعب من مباراه النهارده نظرا لما يمتلكه منتخب غانا من اسماء وايضا لعيبه محترفه في القاره الاوروبيه. بدايه مبشره ليس فقط للمنتخب المغربي وانما للبطوله بشكل عام بالتنافسيه التي شاهدناها، الريتم وايضا الصراع والثنائيات، وبالتالي نتوقع مباريات
جيدة بالنظر إلى ما شاهدناه. صح، في وهذا اللقاء الحقيقة هذا مؤشر ايجابي في الحقيقه لكره القدم الافريقيه، انه عاده لا نشاهد هاي الرتم، هاي جوده الاداء، هاي جوده في القرارات الفرديه على الصعيد التقني. شاهدنا اكثر من لاعب مميز في الحقيقه من الطرفين، ليس فقط المنتخب المغربي. وبالتالي فعلا هذا الشيء انه الوقت الفعلي ربما تجاوز تقريبا 50 دقيقه للمباراه الفعلي للعب، وهي لسنا معتادين على هذه المساله الافريقيه، لاننا دائما للاسف نركز على قتل الرتم، على عدم لعب المباراه، على الاحتجاج. والحكم اليوم ساعد الحقيقه، الحكم كان جيد في قراراته، صحيح. ومنصف جدا، وكان صحيح. صارم في الحقيقه، واستطاع السيطره على المباراه في كل لحظاتها حتى اخر لحظه، رغم انه كان ثمه تجديديه الفار اكثر مناسبه، لكن كان دائما متماسك وكان جيد، وتدخل الفار فعلا كان موفق. فقط نقطه اخيره فيما يتعلق بالزلزولي، انه في الشوط الاول كان يضم دائما للعمق، عندما ذهب الى الخط كان يستلم الكره في وضعيه مريحه، بالتالي هي تناسب. اعتقد ان هذه المسائل التي ابتداء المباراه القادمه سيبقى دائما يجوز على الخط دون ان يدخل اطلاقا للعمق. وتسجيل 3 أهداف في هذه المباراة من كرات ثابتة يوضح قوة هذا اللقاء بين المنتخبين. كما أشرنا 3 نقاط مهمة للمنتخب المغربي في مستهل المشوار. يوم غد ستلعب أو ستجرى 3 مباريات كما تتابعون من خلال الصورة. غانا ضمن نفس المجموعة ستواجه الكونغو، وأيضا منتخب مصر سيلعب أمام النيجر، بينما مالي ستواجه الجابون. كابتن هيثم، منتخب مصري يوم غد سيواجه النيجر، توقعاتك لهذه المباراة؟ الأداء، الاستعدادات، العناصر التي يضمها المنتخب المصري، هل تؤهله إلى الذهاب بعيدا في البطولة؟ أتمنى لهم أن هم يوفقوا في هذه البطولة، خصوصا أن مصر حاملة اللقب حتى الآن، ولكن في ناس كتير ممكن تنخدع في اسم النيجر، في اسم الجابون. دول ملهاش إرث كروي على مستوى المنتخب الأول، ولكن على مستوى الشباب والناشئين أعتقد عندهم مهارات وعندهم خامات مميزة جدا. يمكن ناس تعتقد أن الصعود من هذه المجموعة بين منتخب مصر ومنتخب مالي في غاية السهولة، لا، أنا أتوقع تكون في منافسة شرسة، وأتمنى من منتخب مصر غدا أن هو يدخل المباراة بتركيز كبير جدا. يمكن تم الاستعانة بالمدير الفني البرازيلي ميكالي، وهو من فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية مع منتخب البرازيل في ريو، وراجل عنده خبرات كبيرة جدا، معاه جهاز فني مساعد مميز جدا سواء وائل رياض أو سيد سويلكي. انما ما يقلقني حقا هو ان معظم العناصر لا تشارك بصفة أساسية مع فرقها في الدوري المصري. عنصرين 3 وكمان المنتخب السابق اللي كان مع الكابتن شوقي غريب في القاهره 2019 كان معظم عناصر اساسيه ولها تاثير كبير في فرقها، فده العنصر المفقود في المنتخب. ولكن اتمنى لهم كل التوفيق، الاعتماد على الكره الجماعيه، وان شاء الله يوفقوا زي ما وفق منتخب المغرب. ان شاء الله 3 نقاط مهمه دائما في مستهل مشوار كل البطولات. اشكرك جزيل الشكر كابتن هيثم. شكرا، مبروك امين. الله يخليك، والتوفيق لمنتخب مصر يوم غد. محمد العلاوي، شكرا جزيلا لك. مبروك كامل التعب. الله يخليك. شكرا لكما ولكم مشاهدين على حسن المتابعة. هذه تحياتي وتحيات طاقم العمل، إلى اللقاء.